بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا كل متابعينا ومشاهدينا في الجزائر وفي مصر وفي كل الدول العربية. في البداية أحب أشكركم جدا على تعليقاتكم ودعمكم الكبير لنا. دولة الجزائر بتتمتع بمناخ جميل جدا وتضاريس جميلة جدا ومناظر طبيعية جميلة جدا مش موجودة في أي بلد في العالم. فيها الأنهار والجبال والصحاري والتلوج وكل حاجة ممكن الإنسان يحب يشوفها ويتمتع بيها. فيديو النهاردة عن 25 حقيقة قد لا تعرفها عن الجزائر. تعالوا مع بعض نعرف ال 25 حقيقة اللي احنا ما نعرفهاش عن دولة الجزائر. الحقيقة الأولى: الجزائر هي أكثر بلد في إفريقيا وفي العالم العربي تساقطا للسلوج. يستبلغ ارتفاع السلوج من متر إلى مترين، وتتساقط على أغلب الولايات وبكثافة عالية جدا، مما يخلق غطاء طبيعيا أبيض جميلا على الأشجار والمباني والشوارع. الجزائر دولة بحجم قارة، تنوع مناخها وتضاريسها جعل منها دولة تشبه القارة. الحقيقة الثانية: تسمى الجزائر بلد المليون شهيد نسبة إلى عدد الشهداء الذين سقطوا في حرب الاستقلال والتحرير والثورة الجزائرية ضد المستعمر المستبد الفرنسي الغاشم الذي احتل الجزائر ونهب خيراتها لأكثر من قرن من الزمان. لكن الجزائريين في أواخر 30 عام حاولوا إصلاح هذه التسمية وإظهار عدد الشهداء الحقيقي، وهو أكثر من 1.5 مليون شهيد، لتصبح اسمها بلد 1.5 مليون شهيد. اللهم ارحم جميع الشهداء. الحقيقة الثالثة: نهر الشيلف، وهو أطول النهر في الجزائر ويتدفق بغزارة، ينبع من جبال الأطلس الصحراوي ويصب في البحر الأبيض المتوسط. الحقيقة الرابعة: في القضاء الجزائري 10% من المحامين و60% من القضاة هم من النساء. الحقيقة الخامسة: مدينة الجزائر وهي أيضا عاصمة الجزائر يشار إليها بالبهجة والمحروسة والجزائر البيضاء، وذلك لبياض مبانيها التي يغلب عليها الطابع الاستعماري. الحقيقة السادسة: فائزان بجائزة نوبل الشهيرة ولد في الجزائر وعاشوا فيها لسنوات. أولهم هو الكاتب والفيلسوف الفرنسي ألبير كامو، وفاز بجائزة نوبل للآداب، وقد ولد في الجزائر عام 1913. والثاني هو كلود كوهين تونوجي، العالم الفرنسي، ولد في قسنطينة الجزائرية مدينة الجسور عام 1933، وقد فاز بجائزة نوبل للفيزياء عام 1997. الحقيقة السابعة: الساحل الجزائري كان مطمع لكل قراصنة البحار بين القرون من السادس عشر إلى التاسع عشر، حيث قضى القراصنة فيها عشرات السنوات يسرقون حمولات السفن الغربية ليقدموا الغنائم إلى السلطنة العثمانية. الحقيقة الثامنة: الجزائر هي عاشر أكبر بلد في العالم وأكبر بلد في إفريقيا من حيث المساحة، وهي أكبر بلد في جامعة الدول العربية، تصل مساحتها إلى 2,382,000 كيلو متر مربع. ما شاء الله، ربنا يحميها ويبارك فيها. تتضمن الجزائر 20% من الصحراء الإفريقية الكبرى. الحقيقة التاسعة: وكانت الجزائر هي ثاني بلد إفريقيا من حيث المساحة بعد السودان، ولكن بعد إنشاء دولة جنوب السودان وتقسيم السودان تربعت الجزائر على قمة الدول الأكبر في إفريقيا. يصل عدد سكان دولة الجزائر إلى حوالي 45 مليون نسمة. حوالي 2.5 مليون جزائري يعيشون في فرنسا حاليا ويمثلون أكبر الجاليات الأجنبية على الأراضي الفرنسية. الحقيقة العاشرة: الطبق الأشهر في الجزائر وهو طبق الكسكسي، وعادة ما يقدم مع لحم الخروف أو الدجاج أو الخضار، وهو طبق شهي جدا. الحقيقة الحادية عشر: الجزائر تعد من أفضل منتخبات كرة القدم في إفريقيا والعالم العربي، والمنتخب الوطني الجزائري تأهل 4 مرات لكأس العالم، وفاز ببطولة إفريقيا أكثر من مرة، وفاز بالبطولة الأخيرة التي أقيمت في مصر عام 2018. الحقيقة الثانية عشر: 90% من مساحة الجمهورية الجزائرية تغطيها رمال الصحراء، وهي نسبة كبيرة جدا مقارنة بمساحة الجزائر، حيث المساحة المأهولة بالسكان لا تزيد عن 10% من مساحة دولة الجزائر الكلية. الحقيقة الثالثة عشر: في آخر 30 سنة كانت الجزائر هي أكثر بلد عربي صدر لاعبين كرة قدم للغرب، ومنهم زين الدين زيدان لاعب ريال مدريد ومدربه الحالي ولاعب منتخب فرنسا سابقا، وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي. الحقيقة الرابعة عشر: تمتلك الجزائر حقول غاز طبيعي تعد من الأضخم عالميا، وهي من أهم موردي الغاز لأوروبا على الإطلاق. الحقيقة الخامسة عشر: الحيوان الوطني في الجزائر هو ثعلب الفنك أو ثعلب الصحراء، وهو شكله جميل جدا ومغطى بالفراء، ويعيش في صحاري الجزائر. الحقيقة السادسة عشر:
سلسلة جبال تاصيلي ناجوري الموجودة في الجزائر تعتبر أكبر متحف مكشوف في العالم، وقد أدرجته اليونسكو ضمن التراث العالمي عام 1986. الحقيقة 17، نظرا للطبيعة الجبلية في الجزائر ووعورة المسارات تنتشر وبشدة التلفريك أو القطارات الهوائية كوسيلة للمواصلات، وتوجد هيئة حكومية خاصة بالصيانة والتخطيط لهذه القطارات. الحقيقة 18، في الجزائر البترول أرخص من الماء، والجزائر واحدة من أهم المنتجين الرئيسيين للنفط في العالم، وتعتبر تكلفة المعيشة في الجزائر عالية نسبيا مقارنة بنظيرتها في قارة إفريقيا. الحقيقة 19، كان أثرياء العصر الفيكتوري قد اعتادوا على قضاء الشتاء على سواحل الجزائر الشمالية، مستمتعين بمناخها المعتدل هاربين من مناخهم البارد القارس. الحقيقة 20، تعرف الجزائر أيضا ببلد الكرز والتمور والتين، وذلك نظرا لتباين مناخها فأدى ذلك إلى تعدد وتنوع المزروعات بها. الحقيقة 21، مكتب البريد الموجود في الجزائر أقل ما يقال عنه أنه خلاب، حيث يبدو كأنه قصر، وهو خير دليل على الفن المعماري الفرنسي في فترة الاستعمار. الحقيقة 22، سجلت في الجزائر أعلى درجات حرارة عالميا، والأعلى كانت بالجزائر حتى يومنا هذا، حيث وصلت إلى 50 درجة مئوية. الحقيقة 23، ألوان العلم الجزائري تمثل العقيدة الإسلامية في اللون الأخضر، والنقاء في اللون الأبيض، وإراقة الدماء والتضحيات الجزائرية لكسب الاستقلال من المستعمر الفرنسي الغاشم تتمثل في اللون الأحمر. الحقيقة 24، المشروبات المفضلة عند الشعب الجزائري هي الشاي بالنعناع وقهوة بالهيل. الحقيقة 25 عن دولة الجزائر والأخيرة، النساء في الجزائر على وجه العموم يساهمون بدخل منزلي أكثر من الرجال. حفظ الله الجزائر وشعبها. أتمنى تكون الحقائق والمعلومات عجبتكم. يا ريت ما تنسوش تضغطوا زر الاشتراك في القناة علشان يصلكم كل جديد. أغلى تحية لكل الشعب الجزائري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.